بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني معكم دوما في صحة وعافية وفيما يحب ويرضى إن شاء الله، عبر هذه الشبكة المباركة قناة سلام الإعلامية. أطل عليكم أسبوعيا في شيء من هذه اللغة الشريفة، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة أهل الجنة في الجنة، ولغة الأنبياء جميعا. أيها الأحباب في كل مكان، هذه حلقة جديدة، وهي الحلقة رقم 58 في برنامج مع اللغة العربية. لعلكم تذكرون مشاهدي الكرام أنني كنت قد وعدتكم في حلقات سابقات أن أقدم لكم في هذه القناة المباركة اللامية الأخيرة التي كتبتها مع بداية شهر سبتمبر المنصرم، ونتيجة لمراجعات هنا وهناك، ولم أفرغ منها في حتى إلا قبل أسبوع أو تقريبا 10 أيام، ولذلك تأخرت. وخير ما يوفي به المؤمن وعده مع المؤمنين والناس أجمعين. وها أنا أيها الإخوة والأخوات بكل ترحاب وبكل سعادة وسرور أتشرف أن ألقيها عليكم مع شيء من شرح بعض الكلمات التي أرى أنه من الضرورة شرح بعض المفردات الواردة في القصيدة اللامية. أنا في ما أكتبه في الفترات الأخيرة أو في القصائد الأخيرة التي أكتبها، اخترت أن أنأى بنفسي عن العناوين، لأن العناوين مشاهدي الكرام هي واحدة من الأشياء التي يعني أحيانا العنوان يأتيك بكل سلاسة، وأحيانا تحتار بماذا تعنون هذه القصيدة. ولذلك ارتأيت أن أنأى بنفسي عن الأسلوب الذي كنت أكتب به قصائدي فيما سبق، أن واحتاج إلى عنوان. والحمد لله العناوين ما لم تكن صعبة بالنسبة لي، ولكنها تعتبر هي برضو عمل بحد ذاته. القصيدة شيء والعنوان شيء آخر. أحيانا بتجي يأتي العنوان قبل القصيدة، لكن في الغالب يأتي العنوان بعد القصيدة، بعد أن تقرأها. قد تأخذ من داخل البيت، من بيت من الأبيات، أو من الفكرة العامة، وقد تكون مفردة وما إلى ذلك. وكان يقول لي أحد الإخوة الأحباب توفي إلى رحمة مولاه، وهو كان مهتما بالشعر، فكان يقول لي: لماذا عناوين الشعراء الإريتريين عناوين طويلة وكبيرة، يعني كثيرة، يعني مفردات الكلمات كثيرة؟ وحقيقة هذه كانت ملاحظة في محلها، ربما لأنه يعني قد تكون لها أسباب. يعني يمكن مجتمعنا لأنه مجتمع حكوي يحكي، وقد تكون أسباب كثيرة. أنا ما أقدر أخرج الآن من حيثيات هذه الحلقة، ولذلك ربما تكون لها أسباب وشيء من ذلك. عموما عزيزي المشاهد، أيضا لماذا صرفت النظر عن العناوين فيما أكتبه في القصائد الأخيرة؟ تلك كانت وحدي. الشيء الآخر لأنه بدأت أكتب بنفس طويل شوية أكثر، بالذات عندما أحس أن القصيدة هذه لا بد أن أقول فيها الأفكار التي أود طرحها، فبياخذ فيها راحة وفترة، يعني نفس طويل شوية، يعني تفوق 100 بيت مثلا. ولذلك هذا منهجي في كتابة الشعر. إذا كانت القصيدة من القصائد الطوال فبسميها بالروي، بحرف الروي فيها، كما جاءت الميمية قبل 3 سنوات وشيء، وسميتها ميمية شريف. وبعد ذلك جاءت النونية أيام الكورونيات، عافانا الله وإياكم،
فهي تلك جاءت في 130 بيتا، وهذه اللامية جاءت في 120 بيت تقريبا يعني. لماذا ألجأ إلى هذه القصائد الطوال؟ لأنني في القصائد فيما أكتبه مؤخرا أتناول في القصيدة أكثر من قضية، ولأن القضية الواحدة قد برضو تستغرق، يعني تحتاج إلى وممكن أن تعرض قضية واحدة في بيت شعر، ولكن لأنه ما أعرف، بالنسبة لي أنه القضايا بتتداخل مع بعضها، ولذلك يعني إذا سميت أخذت من بيت واحد عنوان للقصيدة، فماذا تكون القضايا والأفكار التي طرحت في القصيدة؟ ولذلك فلأنها كل الأفكار المطروحة والقضايا التي أناقشها شعريا هي موحدة في قافية واحدة، لذلك ارتأيت أن أسير على هذا المنهج، وقد درج عليه كثير من شعراء العربية، بالذات الشعراء المتقدمين. طبعا آه، كثيرون يقولون إنك تعيش عصرا مختلفا، فلماذا أنت تنهج ذلك المنهج للشعراء القدامى؟ ولكن أقول لم أجد فيما يكتب في هذا العصر، مع احترامي الشديد لكثير من الألوان الشعرية والأفكار، لكنني أرجع إلى التاريخ، إلى الخلف، إلى الشعر الموزون. هذا هو الشعر الموزون المقفى، الشعر الذي يتناول أكثر من قضية، ولم أجد ذلك إلا في شعراء الأقدمين، وأيضا في شعراء محدثين من هذا العصر كانوا يكتبون بتلك الرؤية. لذلك هذه لامية شريف، ووحي هذه القصيدة كان من وحي سبتمبر الذي جاء ويأتي دوما حاملا الوجع الوطني. ودائما في المناسبات الوطنية، مع المقابلات والمقالات التي تكتب هنا وهناك، في الغالب أنا ألجأ إلى الشعر، يعني الشعر لأنه فيه متنفس، وفيه يعني ألقى فيه راحتي، على الرغم من أنه هو أنت بتطرح قضايا وتطرحها بشكل قد بالنسبة لي تحدث هزة وتحدث عندي لذة فنية. للآخرين المسألة هي نسبية. ولذلك المناسبات الوطنية التي أكتب فيها، أنا كتبت الميمية عندما استشهد الشيخ موسى محمد نور رحمة الله عليه، ورأيت هذا المجتمع إلى أين يسير، فكان الوجع شوية قوي. وديك يمكن أطول قصيدة أنا كتبت في حياتي في البداية، يعني كانت في 120 بيتا، في 120 بيتا. بعدها جاءت النونية، وهذه هي اللامية. في هذه اللامية عزيز المشاهد وعزيزة المشاهد، وأنا أتشرف أن أقرأها في هذه القناة المباركة في برنامجي مع اللغة العربية. الميمية تطرقت فيها إلى قضايا عديدة. أنا داير أعمل مدخل عام لما تحتوي هذه القصيدة. هي لامية مكسورة، وأنا ما داير أقول هي من أي بحر، خلي المشاهد الكريم يدخل إلى هذا البحر ويبحث، يعني هي بين الكامل والطويل يعني. ودائما الشعراء كما قرأنا إنه بحر الكامل وبحر الطويل، بالذات يعني الكامل والطويل، هذا بحر شوية ما صعب ما بيدخلوه كثير من الشعراء. لذلك اللامية هي من واحد من البحرين. جاءت في أكثر من 120 بيت، تطرقت فيها، يعني نهجت فيها منهج يعني بدأت بغزل 3 4 أبيات، ثم دخلت مباشرة إلى القضية الرئيسية، وهي قضية هذا الشعب الذي أثبت التاريخ أنه شعب بطولي، شعب مناضل، شعب يعني حقق أمنيات الشعب وقدم تضحيات جسام. لكن يعني لماذا انتكس؟ هذه قضية محورية أنا بالنسبة لي بالذات
سواء كان في العمل الإعلامي أو في ما أكتبه من القصائد. لماذا تراجع هذا الشعب؟ ولذلك أنا أنظر إلى هذا الشعب مما هو عليه الآن، وليس من التاريخ. أستصحب التاريخ ما في شك، ولكن لماذا انتكس هذا الشعب؟ وما هي الوضعية التي يعيش فيها هذا الشعب؟ هذه قضية واحدة. ودخلت في التاريخ وتحدثت عن الواقع المرير، ومن الذي يدير هذه الأزمة المستمرة لهذا الشعب. وتحدثت عن العناصر الموالية والعناصر الغير موالية للمجموعة الحاكمة. وفي نفس الوقت برضو يعني تحدثت أنه كيف أرى هذه المأساة بشكل عام يعني. وثم بعد ذلك دخلت إلى مجموعة يعني الأعوان لهذه الطغمة الحاكمة، ورجعت إلى التاريخ كيف كنا وكيف أصبحنا بعد ذلك. وتحدثت عن يعني هل هذا العالم يعيش عدلا كاملا وحكمة وقسطا بين الناس. تطرقت إلى وهذه القصيدة برضو حوت جملة من الحكم يعني حسب تجربتي يعني. والقصيدة دائما عندما تضم أفكار فيها حكمة، حتى لو كانت حكمة ذاتية، آه، يعني تحتل القصيدة مكانة يعرفها الذين يكتبون الشعر. ففيها كثير من الحكم. ثم أيضا يعني الشاعر دائما عنده أعداء وعنده من يترصدوه وهكذا. برضو تحدثت أنه ما هو موقع من أولئك الذين يتناولون يعني ما نمارسه من هنا وهناك إعلاميا وكتابة وشعرا. أيضا تحدثت بروح شاعر يعني. وبعد ذلك برضو شوية الواحد طبعا في الشعر طبعا في شوية أحيانا جنوح عن الموضوعية وكذا. فبرضو نسأل الله أنه يعني يسامحنا عن حاجات دلات وأشياء وما إلى ذلك. وسألت الله سبحانه وتعالى أن يعني كمؤمن أعتز بإيماني وأعتز بديني أن يجمعنا مع المؤمنين الصادقين يعني. طبعا تناولت بشكل فيه كثافة وفيه جرأة وفيه صراحة الذين يبيعون الوطن بأثمان بخس يعني. وكيف يعني يتنازلون عن كرامتهم وعن حقوقهم الوطنية والإنسانية وما إلى ذلك. تطرقت أيضا في اللامية إلى قضية الشعر الحديث يعني، أو قصيدة النثر، أو يعني التيارات الحديثة التي يعني كثير من أدعياء الشعر يحاولون أن يدخلوها في ماهية الشعر العربي. فأنا لي رأي أن الشعر العربي طالما هو شعر عربي ينبغي أن يلتزم باللونية والمنهجية العربية. هكذا عرفنا الشعر وهكذا نمارسه ونطرحه للناس. ففي الشعر الحديث، وهذا ليس حديثا ضد شعر التفعيلة وبعض الحداثة. أنا تطرقت في رأيي في هذه المسألة تحديدا في قصيدة النثر، وقلت الشعر شعر والنثر نثر، ليس هنالك خلط. وهنا تحدثت بشكل مسهب عنها، تناولت هذه القضية. وبعد ذلك برضو من الأشياء التي تطرقت إليها قضية الإعلام، لأنه هي طبعا القصيدة عشان كده هي بتحمل أفكار كثيرة. بما أنا رجل إعلامي أمارس هذه المهنة، ما عندي غيرها، ليس لدي مهنة أخرى غيرها، فأحس بشكل مباشر أن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له. يعني قد لا يتطاول الناس ويتجرأ ويقول لك أنا طبيب يعني، إيش معنى؟ لكن ولا في القانون ما يقول لك أنا رجل قانوني، ولا في الاقتصاد ولا في الهندسة. لماذا هذا الإعلام يعني يعاني من دخلاء عليه يعني؟ وهو علم يعني، علم وفن، وكل العلوم هي علم وفن يعني.
فشنو ما الذي دفع هؤلاء أن يكثر فيه الدخلاء هذا الإعلام؟ تناولت هذه القضية من ناحية برضو كيف أراه. آه، أيضا تحدثت عن الأخلاق من هذه الزاوية. يعني كيف يعني أصبح الإعلام لا ينضبط حتى بأخلاقيات العمل الإعلامي، حتى لو كنت دخيل عليه، لكن هناك أخلاقيات لهذه المهنة. ولذلك برضو تحدثت عن هذه القضية. تحدثت عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وما تعانيه هذه الآفة، آفة النشر، ليس على المستوى الإعلامي الرسمي، لكن على مستوى الفيسبوك والتويتر وغيرها وغيرها. ما هي الأزمة القائمة في هذه المسألة؟ برضو هي ربما تخش في جانب من جوانب القضايا الإعلامية. تحدثت كذلك عن لونية الشعر التي أمارسها، يعني بأي شكل أنا أكتب، وما هي الأشياء والأفكار، ولماذا أطرح هذه المسائل بالشكل الذي أنا أراه. فده مش دار أعكس أو أشرح مبرر، لأنه قضية الشعر هي قضية ذاتية، ولكن أنا في القضية الذاتية أشرح قضايا عامة، قضايا المجتمع، القضية العامة، المشروع الوطني، الأفكار الإنسانية، الرؤى، وكذلك التوجهات والأخلاقيات العامة. ولذلك بعض الناس يلوموني أنه أنا أكتب بلغة شوية هي ما لغة الواقع التي يعيشها الناس. ولذلك يقولوا لنا يا أخي خفف من الشعر حقك، خلي كلام عادي كده وبتاع. هذه المسألة برضو تناولتها، يعني تناولتها بشيء برضو فيه أقول يعني من أي زاوية أنا أكتب يعني، وبأي لغة أتحدث. ولذلك تحدثت في هذه المسألة، وتحدثت أنه إلى أي مدرسة أنتمي شعرا. يعني جبت المجموعة التي أعتز بأنه أنا قرأت لهم وأقرأ لهم يوميا وأستمع إليهم، مجموعة من الشعراء، يعني هم شعراء قدامى وشعراء كانوا في العصرين الأموي والعباسي، وبعد ذلك وشعراء يعني في شعراء العصر الحديث، يعني مجموعة منهم. وتطرقت، جبت نماذج لأسمائهم، ويمكن أن نتطرق إلى بيت بيت من كل شاعر إذا سيسعفنا الوقت. المهم وسأنهج في قراءة هذه القصيدة بشرح بعض المفردات التي أراها تحتاج إلى شرح. وحقيقة عندما رصدت الكلمات التي تحتاج إلى شرح، لقيت كلمات عدد كبير يعني، ولا بد من مشاركة المستمع الكريم. أشرح بعض الكلمات كما يشرحها كثير من الناس. أنا بستمع يوميا إلى الشعر، قد لا أقرأ يوميا في الإعلام حقيقة يعني، لكن الشعر ده لابد أسمعه يوميا، يعني كما أقرأ القرآن بشكل يومي. آه، هذا الشعر لابد أن أستمع إلى من الشعر، سواء كان قصيدة، أقرأ قصيدة، أو أستمع لقصيدة يقرأها. ووقفت على أنه كثير من الناس في هذا العصر، لأننا نعيش مع أشخاص ونعيش مع ونعيش الحياة اليومية في السوق، في المكان، في العمل، وغيره وغيره، بلغة هي بعيدة عن اللغة التي نكتب بها. ولذلك عشان تحافظ على فصاحة لسانك لابد أن تستمع، تعمل شكل من أشكال التوازن يعني. وربما من هنا تتضح الفكرة التي أطرحها أو اللغة التي استخدمها في شعري. وحقيقة أنا عندما أكتب القصيدة أنا لا أكتبها كما تأتي. أنا لم أكتب القصيدة كما تأتي عند كثير من الناس، لكن أجلس لها لا أصنعها الصناعة، هي بتجي كما تأتي، لكن أختار الكلمة. يعني أنا لا أطرح الكلمة كما تأتي عفوا. وإلا الكلمات الكثيرة اللي بيجيك أنت ماشي بتكتب قصيدة، بتكتب بيت شعر، أنت بتاكل تكتب، أنت تشرب، وهكذا يعني. لكن لما أود أن أكتب القصيدة بعد ما خلاص يعني طفح الهناية ولا بد أن أكتب وأنا جالس، وأكتب وأبحث عن كلمة، أبحث عن كلمة، عن مصدرها، عن صحة كلام. أحيانا بتجيك الكلمة وأنت تكتب، فلا بد أن أتبين، لأنني أعيش عصر أعجمي يعني، ليس عصرا
فصيحا لغويا. أنا أكتب ربما يعني زي ما قالوا أحد في الميمية التي كتبتها، والقول لشيخ عزيز أعتز به وأسلم عليه من هنا، فقال لي لو لم يكتب شريف اسمه في الميمية التي كتبتها قبل 4 سنوات تقريبا، لو لم يكتب اسمه كنت أقول شاعر هذه القصيدة يكون توفي قبل 50 عاما يعني. فصحيح أنا في قصائدي الأخيرة التي أكتبها يعني بترد مفردات قد لا تكون مستخدمة. أنا لا أختلق مفردات ولا أتصنع تلك المفردات، ولكن أحاول أن برضو بالنسبة لي أن أرتقي بالشعر الذي أكتبه. وكما هذه رؤيتي وفلسفتي في كتابة الشعر، كما أنه من الضرورة أن تضيف أي قصيدة للمستمع قدرا من الدهشة، وقدرا من المفردات، وقدرا من المفردات الجديدة والتصور الجديد والخيال الجديد. ينبغي أن تضيف للشاعر نفسه قدرا من المفردات والأفكار الجديدة. هذه لا تتأتى لأننا لا نعيش في سوق عكاظ ولا في المجنة وفي المجتمع الفصيح الذي يتحدث بفصاحة وطلاقة. نحن نعيش، يكفي أننا نعيش بلغة، نتعامل اليوم بلغة لا تمت إلينا بصلة، يعني البلد اللي عايشين فيه يعني. وأنت مجبر ولست بطلا في ذلك، لابد أن تتعامل مع الناس. غير ذلك حتى مع الأصدقاء، مع كثير من الناس، أنت برضو تتحدث بغير العربية، يعني بالتجريت وهي أخت العربية، بالتجرينيا، ومرات بالأمحرينيا، وشيء من ذلك بين هذا وذاك. وأحيانا برضو تجدع كلمة كلمتين بالليل، وبالنار كمان شوية، والحمد لله، وبالكنامة برضو عندي مفردات أنا بستخدمها يعني. وبالتالي هذه الحالة غير الفصيحة، الحالة الغير العربية، تضطرني أحيانا، مش أحيانا، حقيقة، عندما أكتب وأعمد إلى القصيدة، أن أجلس إلى ما يمكن أن أتفصح معه وأتأكد من المفردات التي ترد عفو الخاطر وأنت تكتب القصيدة. هل هذه صح؟ وأنا لم أكتب قصيدة وإلا فتحت القاموس قدامي. وهذه وهذه منهجية أنا أعلنها بصراحة، وأدعو كل الشعراء الذين يكتبون: أنت لا تكتب كما تستمع، لأن الإنسان بيكتب مما يسمع مما يقرأ. أنت بتستمع إلى كثير من العجمة، كثير من فيه يعني، ليس فيه من الطمطمة كما يقال يعني. ولذلك عندما تود أن تكتب قصيدة، أفتح القاموس، لأنك أنت لا تعيش مجتمع فصيح، لا تعيش مجتمع عربي. حتى لو كنت في المجتمعات العربية، في مجتمعات الدول العربية اليوم، الناس لا يتحدثون بالفصحى المضبوطة لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وتراكيب وما إلى ذلك. فكيف يمكن أن يكون لسانك يأتي فصيحا وأنت لا تتعامل بهذه اللغة؟ ولذلك أنا عندما أود كتابة بالذات القصائد الجادة التي ليس قصيدة قصيرة وهكذا تجي عفو الخاطر وتنتهي منها 10 20 بيت وكذا، لا، القصائد التي أطرح فيها أفكاري الثقافية، أفكاري العقدية، أفكاري الإعلامية، أفكاري الحياتية، أفكاري الأخلاقية، أفكاري ومنهجي ورسالتي ودعوتي. أنا إنسان صاحب مشروع والحمد لله يعني، وكثير من الناس يقولون ذلك وأشكرهم على ذلك. أنا لي رسالة في هذه الحياة وأحمل مشروع، بالذات إذا كنت من ذلك. هذه الأفكار وهذه المشاريع أنا أطرحها في القصائد الطوال. ولذلك كثير من المفردات الحديثة بترد في آه، القصيدة، أي قصيدة بالذات إذا دار أسميها كده يعني حسب حرف الروي. هذا مجمل عام ومدخل عام عزيزي المشاهد عن اللامية وما احتوته من أفكار وكيف عالجت. شيء آخر قبل أن أشرع في قراءة القصيدة وشرح الأفكار التي بها، أود أن أقول: أنا لا أكتشف شيئا جديدا. كل الأفكار التي أنا أطرحها هي أفكار ما نعايشه نحن جميعا. ربما يعني أتفرد وأتميز في أنني أطرح القضايا التي تثار في أخيلة الناس، وتساؤلاتهم واستفهاماتهم وفرحهم وحزنهم وتأملاتهم وسكونهم و يعني نفرتهم.
وخنوع وهبة وخضوع وتشاؤم وتفاؤل أطرحها بشكل شعري، بشكل شعري بالذي أنا أؤمن به وبالعطاء الذي أعطانا إياه الله سبحانه وتعالى. ودائما أنا منهجي في كتابة الشعر هو الآية القرآنية الكريمة التي حسم بها الإسلام قضية الشعر والشعراء، شاء من أبى وشاء من شاء وأبى من أبى. الله سبحانه وتعالى حسم قضية الشعر في سورة كاملة، وفي آية أو آيتين في سورة الشعراء حسمها الإسلام وطرحها منهجا في القرآن الكريم. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلى آخر الآية. كثير من الناس يقولون لي لماذا تردد هذه الآية؟ هذه الآية إن لم تلتزم بها فإنك تنزل في غوائل الشعر وغوايات، كما قال شاعرنا الكبير الأستاذ فرج الطيب السراج رحمة الله عليه. ولذلك هذا مدخل عام أيها الأحباب. طبعا الفاصل الأول بيني وبينكم وبيننا وبينه 5 دقائق، فدعوني أبدأ القراءة، وبعد دقائق حنعمل فاصل ثم أعود لإكمال ما بدأته. أنا لم أختر الروي ولم أختر حتى البحر، بس إنما جاءت هكذا يعني. وفعلا كما قلت عندما جاء سبتمبر، ودائما سبتمبر هو شهر التساؤلات عندي، فقلت في سبتمبر وأنا بديت أكتبها في الأسبوع الأول من سبتمبر تقريبا، فقلت: ألا بلغا عني من النفس لوعة، ألا بلغا عني من النفس لوعة وأيلول خصاه بشوق التواصل. أنا أزعم أنه أيلول يعني ما بنتواصل معه بالشكل الذي يليق، أيلول سبتمبر. أشتاق إلى ذلك الأيلول الذي غاب. ألا بلغا عني من النفس لوعة، واللوعة عزيز المشاهد هي الحرقة في القلب، ولوعات الشعراء هي دائما متقدة وملتهبة يعني. ألا بلغا عني من النفس لوعة وأيلول خصاه بشوق التواصل. كأنه شخصين أنا أرسلهم لحضرة سبتمبر أيلول ومدّا عناقا. وأنت عندما تشتاق إلى الزول أول ما تلاقيه تمسكه بالعناق. ومدّا عناقا قد تقاصر وصلها إلى مهجة بيض الحسان العنادل. والعنادل جمع عندليب، والعندليب طائر صغير كثير الألحان جميل، دائما الناس ترمز للعندليب بالصوت الجميل. أنا أقول في ذلك الأيلول يعني أنا شبهته كأنه ذلك الحسان، تلك الحسان وحسان الأصوات الجميلة بأصوات العنادل. ومدّا عناقا قد تقاصر وصلها إلى مهجة بيض الحسان العنادل هياما وتحنانا مفداه تالدا. وفي فرق هناك بين الهيام والتحنان والود والعشق والغرام والحب والوله والجنون وهكذا. هياما وتحنانا مفداه تالدا بنصر ترقاه حماة الأوائل. والمفدى ما يبذل من نفس في سبيله. هذا الأيلول كان فدوه الناس بأرواحهم، أو هو الذي كان سببا للفداء من أجل ذلك الوطن الذي تلاشى من بين أيدينا كل معاني قيمه ونضاله. هياما وتحنانا مفداه تالدا بنصر ترقاه حماة الأوائل. لم أسترسل في التشبيب في الحديث عن بالشكل القديم. دخلت طوالي في القضية الأساسية وقولا لذلك
بينك الرسولين اللذين أرسلتهما، وقولا لأيلول بأن الخلف ما عاد بينهم. والخلف هو اللاحق على السابق، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقولا بأن الخلف ما عاد بينهم، أبي من الإباء، أشم باسل نسل باسل. والرجل الأشم هو الكريم ذو أنفة وعزة، والباسل هو اسم من أسماء الأسد. يعني قولا لأيلول بأن الخلف، هذا الشعب كل الموجود في الداخل والخارج، أنا هكذا أراه، بأن الخلف ما عاد بينهم أبي، حتى واحد يعني ما عاد بينهم أبي أشم باسل نسل باسل. لا هو باسل ولا هو نسل باسل، لأنه خلف من بعدهم خلف. أضعنا أي حاجة من ذلك، من تلك القيم النبيلة. و ودخلت إلى شرح هذا الواقع أو هذا الخلف والخلف. وقولا بأن الخلف ما عاد بينهم أبي أشم باسل نسل باسل. أشرح هذا الخلف الموجود. هوانا غدوا، الهوان معروف، غدوا أصبحوا في جوقة الخلف جلهم. رحمت شوية إنه في هنالك الأنقياء الأتقياء النظيف الأفئدة والرؤى، لكن الجل الأعظم بالملايين هوانا غدوا في جوقة الخلف جلهم، شراذم يسبوهم نفاق المخاتل. والجوقة هي جماعة من الناس وليس الأمة الموحدة. هوانا غدوا في جوقة الخلف جلهم، معظمهم الغالبية العظمى والسواد الأعظم شراذم. والشراذم جماعة قليلة من الناس متفرقة لا تجمع بينهم جامعة، كل في واد يسبحون. كل مجموعة تقعد 20 نفر، لو قعدوا كل نفرين عندهم هداية، تفرقوا أيدي سبأ. شراذم يعني هذا المجتمع الذي كان موحدا كأنه أنا هكذا أراه، مجموعات متفرقة لا تجمع بينهم جامعة ولا رابطة إلا الآهة المشتركة، وكلهم يقول ولكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. شراذم يسبوهم، والسب يسبوهم سبا يسب، يغريهم ويبعدهم. حتى في الحروب يعني عندك السبي يعني يبعدهم. هؤلاء الشراذم اللي هم الجماعات المتفرقة شراذم يسبوهم نفاق المخاتل. من الذي سبى هذه الشراذم وهذه المجموعات المتفرقة؟ النفاق. نفاق من؟ نفاق المخاتل، والمخاتل هو المراوغ والمخادع. وكثر أولئك المخادعون المنافقون والمراوغون في كل الاتجاهات موجودين، في الحكومة، في المعارضة، في المفكرين، في المثقفين وإلا كيف يكون أمرنا بهذا الشكل؟ وقولا بأن الخلف ما عاد بينهم أبي أشم باسل نسل باسل. هوانا غدوا في جوقة الخلف جلهم، شراذم يسبوهم نفاق المخاتل. أتوقف هنا عزيزي المشاهد لفاصل قصير جدا، وأعود وأكمل هذه القصيدة. أتمنى أن أكملها، وإن لم أكملها ستكون حلقة أخرى، لأننا لا بد أن نشرح الأفكار والكلمات التي وردت. أنتم مع قناة سلام الإعلامية في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. كونوا معنا مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدنا إليكم بحمده
تعال لنكمل ما بدأناه من حديث في لامية الشريف، وهي آخر قصيدة كتبتها. توقفت قلت هوانا غدوا في جوقة الخلف جلهم شراذم يسبوهم نفاق المخاتل، فقد ساسهم قولا وفعلا مجاهرا، حتى لا يكون ذلك ادعاء على هذا المجتمع وهذه الشراذم المتفرقة. فقد ساسهم يعني حكمهم وساس أمرهم، فقد ساسهم قولا وفعلا، ليس قولا فحسب، لكن حتى قولا وفعلا، وليس سرا بل مجاهرا. فقد ساسهم قولا وفعلا مجاهرا. وهنا كلمة ساسهم ربما تعني أنه فعل ماضي وانتهى، لا، هذا ماضي ويتضمن فيه المضارع مستمر الأزمة يعني. واقع الحال يقول ذلك، وكثير في اللغة العربية موجود بهذا الشكل يعني. فقد ساسهم قولا وفعلا مجاهرا. من هذا الذي يسوس هذا المجتمع؟ أنا دار أعطي وصف وأشخص هذا الذي يسوس أولئك القوم. وحقيقة في كمية من الأوصاف وصفت فيها هذا الذي يسوس أمرنا جميعا. أول صفة له عتل، وأنا كلمة عتل بستخدمها كثير في شعري، بالذات شعري في الفترات الأخيرة. عتل دعي بل زنيم ابن جاهل. العتل بمعنى الرجل الجاف الغليظ الفاحش، ورد في القرآن الكريم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، لواحد من الذين حاربوا الإسلام والمسلمين يعني. عتل دعي، والدعي متهم في نسبه، أنت لا تعرف له أصول وأفخاذ ومام أبناء خالات وأبناء عمومة، وينتسب والإنسان يتحدث بأنسابه، شيء طبيعي يعني. أنا هكذا أراها. فقد ساسهم قولا وفعلا مجاهرا، عتل دعي بل زنيم ابن جاهل. والزنيم هو الملتصق بغير قومه ولا يعرف له نسب. ابن جاهل، وفرق هنالك بين الجهل والأمية، ولذلك سميت الجاهلية الجهلاء. فقلت فقد ساسهم قولا وفعلا مجاهرا، عتل دعي بل زنيم ابن جاهل، أثيم سما في الحومتين كما قضى، مرموث عقل الهوى دني المناخل. أثيم، والأثيم الكذاب الذي يرتكب المآثم، وردت في القرآن الكريم وفي أشعار العرب كلمة أثيم موجودة من الإثم. والأثيم هو الكذاب الذي يرتكب المآثم. أثيم سما في الحومتين، والحومتين الحومة هي الحومة من القتال أشد موضع في ذلك، يعني الموضع اللي فيه القتال الشديد تسمى حومة. فأنا بقول أثيم سما في الحومتين كما قضى. هنا الحومتين أعني بها يعني إريتريا يعني إريتريا وإثيوبيا مثلا. هكذا الانتماء الموجود لذلك الذي يسوس أمر الناس، هو سما هنا وهناك بطريقة مباشرة وغير مباشرة. أو حتى لو أخذنا الفكرة، حتى لو ما شخصنا، لكن هنالك فكرة تسوس هذا المجتمع. هذه الفكرة سمت في الحومتين كما قضى، مرموث عقل الهوى دني المناخل. المرموث هو المتغافل عن فجور أخته، هكذا هو التعريف بالنسبة للمرموث. أنا هكذا أرى. أثيم سما في الحومتين كما قضى، مرموث كما يمارس ذلك المرموث الذي يتقاضى عن فجور أخواته وأخته وهكذا. هذا هو الذي إذا كان من هذا الشاكلة المرموث الذي لا يثأر لكرامته،
يمارس مثل هذه العربدة ويحكم مثل هؤلاء الناس المتغافلين الذين تفرقوا وأصبحوا شراذم يسبوهم نفاق المخاتل. فبقول برضو وصف آخر لذلك الذي يسوس: مرموث. المرموث أثيم ومرموث. مرموث كما قلت المتغافل عن فجور أختي، وعقل، والعقل اللئيم. رجل عقل في اللغة العربية ذلك الرجل اللئيم. دني المناخل، والمناخل هو الثقب والمداخل للشيء، يعني حتى المداخل التي دخل من خلالها في المشروع وفي السياسة بتاع هي مداخل دنية، ذات دنيئة يعني. ونرجع للتاريخ، أولئك الذين يسوسون دخلوا من المداخل الدنيئة. بقول: أثيم سما في الحومتين كما قضى، مرموث عقل الهوى دني المناخل. ذلك الواقع فقد ناخلت فيهم ذؤابة فاسق. وفيهم هنا أعني للمجموعات المتفرقة الشراذم، المجتمع، الأمة التي أتحدث عنها. فقد ناخلت فيهم من تلك النواخل، ناخلت فيهم ذؤابة فاسق. والذؤابة هي ما علا من كل شيء، والذي يسوس هو يعلو الأمة. فبقول: فقد ناخلت فيهم في هذا المجتمع ذؤابة فاسق. والذؤابة ما علا من كل شيء، المتقدم في القوم. والفاسق معروف الكلمة، رضيع الخنا مخروجها والمداخل. والخنا هو الفحش في الكلام. ذلك الذي ساس قد رضع الخنا. فقد ناخلت فيهم ذؤابة فاسق، رضيع الخنا مخروجها والمداخل. برضو أوصف هذا الذي يسوس: له آية من كل خلق ذميمة، تغشاها طفلا فاعتلى نعل سافل. له آية، علامات. وهنا آية ليست آية واحدة، هي آيات، لكن الضرورة برضو والمعنى مفهوم. له آية من كل خلق ذميمة، من كل خلق، عفوا. وكلمة من كل خلق بتعني هنالك خلق، وعنده أخلاق، أخلاق أشكال كثيرة من الأخلاق، وهي ذميمة. له آية من كل خلق ذميمة. والذميمة عندما نقول ذم فلان فلانا بالغ في هجائه ولم يترك له شيئا يحمد عليه، وقد عمل ذلك. هذه كل أخلاق الذميمة يتحلى بها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه ذلك الأثيم، كل الأوصاف التي المرموث، العقل، العتل والدعي وما إلى ذلك. والجاهل له آية من كل خلق ذميمة، تغشاها طفلا فاعتلى نعل سافل. تغشاها يعني الغشاء هو ما يغلف به جسم الحيوانات والنباتات، غشاء البقرة، الغشاء المعروف يعني. ذلك الذي يسوس تغشاها طفلا، تغشى تلك الأخلاق الذميمة كلها والأوصاف التي ذكرت منذ أن كان طفلا فاعتلى نعل سافل. والنعل هو ما نلبسه من نعال يعني. لكن كانت تلك النعال الذي اختاره، بمعنى هنا هو ركب ذلك النعال من وهنا يعني ركب ذلك النعال من أخلاق ومن فكرة ومن سياسة وما إلى ذلك. ليته كان اختار شيئا عاليا، اختار نعل سافل. تغشاها طفلا فاعتلى نعل سافل. هذه النعال السافلة من الغرائب أذل بها قوما سراتا، حتى غدوا غثاء وضيعا ريه حوض غائل. بذلك النعال السافل أذل بها قوما، والذل معروف يعني. أذل بها قوما سراتا، والسراء القوم الذين لهم مكانة في المجتمع. وفعلا القوم، الشعب الإريتري في يوم من الأيام كان له مكانة في المجتمع الكبير، المجتمع الإنساني. كاد يكون معلم للشعوب
في الذود، في الحمى، في الاستبسال، في المطالبة بالحق. كان نموذجا حقيقة يعني. والله كانت ثورة يحتذى بها لو كان، وكانت ممكن أن تدرس وتؤخذ كنماذج كما درست تجارب شعوب كثيرة، وقد تدرس اليوم من الانتكاسات والتراجعات التي حدثت لهذا الشعب. ولذلك أذل بها قوما سراتا، أذلهم إذلال، وكل المشاهد تدل على ذلك، حتى غدوا أذلاهم. هذه الذلة والمهانة مستمرة حتى إلى أن أصبحوا غثاء. والغثاء كما تعلمون أيها الناس ما يحمله السيل من أشياء، من رغوة، من فتاة الأشياء على الأرض. السيل لما يأتي الغثاء، وفي الحديث النبوي ولكنكم غثاء كغثاء السيل. حتى غدا هذا المجتمع الذي كان في يوم من الأيام مجتمع يتباهى به، حتى غدوا غثاء وضيعا. حتى في الغثاء، في غثاء يعني قد يتغير، يعني غثاء وضيعا، يعني ليس له قيمة. ريه، والري هو أخذ الحاجة من الماء. ري هذا الغثاء حوض غائل، والغائل من قرق منه وثقب فذهب ماؤه. نقدم تضحيات وبطولات ونثور ونطلع مظاهرات وبيانات، وكأننا في ذلك الحوض الغائل المنخرق والمثقوب، وكلها تذهب إلى باطن الأرض، يعني تضيع بمعنى. أذل بها قوما سراتا، ذلك النعل السافل أذل بها قوما سراتا حتى غدوا غثاء وضيعا. ريه حوض غائل هو الجبأ الأكهى، يمني كلابه، يغشي بغاث البوم لعنة شاول. أيضا أعود لذلك الذي يسوس وأصفه بأنه جبأ وأنه أكهى. وقد وردت هاتان الكلمتان في قصيدة الشنفرة في لامية العرب: ولست بجبأ أكهى، يقول هكذا الشنفرة، فأقول هو الجبأ الأكهى. يمارس كل هذه المسائل الفكر السائد اليوم، وهو الجبأ. والجبأ هو المكروه. كثير من الناس يكرهونه، الغالبية العظمى، لكنه يسوس وأذل قوما سراتا حتى غدوا غثاء وضيعا. ريه حوض غائل هو الجبأ الأكهى، والأكهى هو الجبان الضعيف. أي دكتاتور في هذه الحياة هو ضعيف وجبان، فقلت هو الجبأ الأكهى حتى لا نأتي لا نعطيه بطولة لا يستحقها. مع ذلك الكره، مع ذلك الجبن والضعف، لكنه يسوس إلى أن يمني كلابه. يعني ذلك الجبأ الأكهى يمني كلابه، يعطي كلابه المتعاونين معه، يمني كلابه، يغشي كمان بغاث البوم لعنة شاول. ويغشي، نقول غشي الليل النهار، أو يعني أظلم يعني. والبغاث كما نعلم، البغاث هو الطائر صغير، ويشبه في لونه لون الغبار. والشعراء والفصحاء عندما يقولون البغاث هو الاستصغار الشيء، كما قال بعضهم إن البغاث بأرضنا يستنصر، يكون مثل النسر. البغاث مع أنه طائر صغير لكن دار يبقى يعني الذي يدعي بما ليس فيه، يستقوي ويستبد إذا واتته الفرصة والظروف. هو هذه طبيعة الطائر البغاث. ويراد به من جاورنا عز بنا. بمعنى شنو؟ يعني هذا الذي يسوس الناس يغشي بغاث البوم. وعندما تقول البوم، برضو البوم طائر يسكن الأماكن الخربة، ويضرب به المثل في الشؤم. دائما البوم
يعني يوصف به للشوم لعنة شاول، واللعنة هي معروفة، والشاول يعني من تقارن به وتهيجه. بمعنى هذا الطاغية والذي يسوس أمر الناس يغشي بغاث البوم، أولئك الذين يعني أول يمني كلابه المتعاونين معه، ويغشي بغاث البوم لعنة شاول، حتى أولئك الذين ليس فيهم خيرا يرجى، إنما يغشيهم لعنة شاول. والشاول كما قلت يعني الذي يقرن به ويهيجه، يعني كل يخدم الآخر، ولكن في النهاية أولئك الخدم الذين يخدمون هذا الطاغية وتلك السياسة وما إلى ذلك، فكأنهم كالبغاث وكأنهم كالبوم، وكأنهم يعني يتقضون باللعنة، وهم في النهاية يعني كلاب تلك الفكرة الغبية السائدة، فيفرخها جروا. تلك السياسة هي عملية مستمرة وتفرخ، والفرخ الشيء هو ولد كل شيء بايض. والفرخ من الرجال لما نقول فلان فرخ أو مجتمع فرخ معناها مجتمع ذليل يعني، فيفرخها جروا، والجرو هو صغير الكلاب والضبع يعني. تلك الفكرة بماذا تفرخ ذلك الهوان وذلك الشيء المستحقر والذليل، فيفرخها جروا يخالفه النبى نبى الشيء لما يشذ عن الطبيعة، يعني لم يستوفي في مكانه المناسب له، عندما يحتل مكان غير مناسب، فيفرخها جروا يخالفه النبى ليلعق مأفون القذى غير نائل. اللعق هو اللحس باليد أو باللسان، والقذى والمأفون عندما نقول رجل مأفون هو ناقص العقل ضعيف الرأي، المأفون. والقذى هو ما القذى يعني القذارات في العين، يعني نقول أفرزت العين، ما تتجمع فيه من إفرازات هو القذى غير نائل. تلك الفكرة الشيطانية السائدة فيفرخها جروا يخالفه النبى، لا يتفق معه حتى في الرؤى والأفكار، ولا يعني ما مستفيد منه. يخالفه النبى لما ما يستفيد منه، كأنه يلعق مأفون القذى. يلعق يعني ذلك القذى السائل من العيون، والمأفون الناقص الضعيف، الأفكار التي ليست فيها حكمة، وكلها هذه تكون غير نائل، غير في متناول اليد، أو غير مفيدة بالنسبة للذي يتعامل مع ذلك، مع تلك الفكرة الشيطانية، الفكرة الجهنمية الدكتاتورية. فيفرخها جروا يخالفه النبى ليلعق مأفون القذى غير نائل. كل هذه الأوصاف دعتني أن أستعيذ بالله من الشيطان ومن الفكر السائدة، فقلت أعوذ برب الناس من مجمع فروا بأكذوبة كبرى ملعونة ناعم. فاستعذت بالله من هذه الحالة البائسة، من هذه السياسة الغريبة، يعني من هذا المجتمع الذي تشرذم وتفرق، وأصبحت حالته هكذا، من يسوس يتصف بهذه الصفات، ومجتمع لا تلمه حتى المصيبة لا تلمه. فقلت أعوذ برب الناس. ووردت في كثير من شعراء على ألسنة الشعراء، حتى في لامية أبي طالب الذي ناصر الإسلام رغم أنه مات على الكفر، عنده لامية مشهورة، وأنا استشهدت ببيت واحد في متن القصيدة وحاشير إلى ذلك، ورد برضو هذه العبارة، وردت أعوذ برب الناس. أعوذ برب الناس من مجمع فروا. والفروا تعني هنا اختلقوا الكذب، يعني تقول الفرية الكذبة. وبرضو في معنى فرى يفري فريا، حنشوفه بعدين في متن القصيدة واردة، لكن هنا من مجمع فروا، من مجتمع فروا، يعني يختلقون الأكاذيب.
سواء كانوا ساسة أو بسوسين، حكاما ومحكومين، هنا وهناك، بأكذوبة كبرى. فروا اختلقوا الأكذاب، وأكبر أكذوبة أكذوبة كبرى ملعونة ناعل. والناعل من تعل الأرض، يعني سافر فيها بغير نعل. يعني لما نقول ناعل رجل، ناعل الرجل، مش لاعن، ناعل يعني ما عندوش نعال، فانتعل الأرض يعني سافر فيها بغير نعل. وكأنني أرى هذا المجتمع كأنه يسير من غير نعل، يسافر على هذه الأرض من غير نعل، يعني من غير فكر، من غير هدي، من غير وقاية حتى لذاته، حتى للمراجعة، وبأكذوبة كبرى. والأكذوبة الكبرى هذا الادعاء الوطني الكبير الموجود في المجتمع. كل يدعي البطولة، كل يدعي الوطنية، كل. ولذلك استعذت بالله فقلت أعوذ برب الناس من مجمع فروا بأكذوبة كبرى ملعونة ناعل. هذه الأكذوبة ملعونة، يلعنها الشهداء ويلعنها الله ويلعنها كل من له ضمير وعنده إحساس. هذه أكبر أكذوبة ولعنة نمارسها جميعا دون تمييز. فقلت أعوذ برب الناس من مجمع فروا بأكذوبة كبرى ملعونة ناعل. هذه قضية وحدة. فدخلت الآن أصف أولئك الذين ينافقون ويزورون ويدلسون ويزعمون ويكذبون على الناس جهارا نهارا. فرجعت ثاني: ألا بلغا عنا. الآن نحن كمجتمع، ألا بلغا عنا فحاشا وماجنا، كواه الخنا في رأيه والكلاكل. بلغا عنا ذلك الفحاش، والفحاش شديد القبح والذي جاوز الحد حتى في الفحشاء، يعني الفحاش على وزن فعال يعني. وماجنا، والماجن هو المجون، يعني الذي يمارس المجون. ألا بلغا عنا فحاشا وماجنا، كواه الخنا، والخنا هو الفحش في الكلام. كواه هذا الخنا من الفحش في الكلام في رأيه والكلاكل. والكلاكل صدر أو ما بين ترقوتين، يعني بلغ عنا أولئك الفحاشين والماجنين والذين كواهم الخنا والعجز في آرائهم، وحتى يعني في أعضائهم، بمعنى هذا الخنا وهذا الخنوع وهذا الذل موجود ذهنيا وجسديا. أنا أرمز هكذا يعني. فنقول لذلك للمجموعة الفحاشة الماجنة الذين كواهم الخنا في رأيهم وكلاكلهم، ونختار منهم أولئك الذين برضو يتصدرون المشهد في ذلك، في مجتمع الفحشاء والمجون. فنقول له: فإنك يا مهطول لست بجاهل، تواريخنا يوم الوغى والنوازل. برضو نمشي للتاريخ. والمهطول هو الرجل المندفع والهائم على وجهه دون رؤى، يهيم على وجهه مع كل فكرة، مع كل تطبيل، مع كل يعني بوق، مع كل رأي، مع كل ليس له رأي، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء. فنقول له: فإنك يا مهطول لست بجاهل، تواريخنا يوم الوغى والنوازل. ويوم الوغى معروف، الحروب والنوازل جمع نازلة. فنحن إذا ما الحيف أسرج خيله، فنحن كأمة إذا ما الحيف أسرج خيله، والحيف هو الجور والظلم، فنحن إذا ما الحيف أسرج خيله فتحنا له صدر النشام البواسل. نجز بصولات رؤوس عداتنا، ونتركها أجياف حمل لحامل. لقد عرفت كل الأنام نزالنا، وكنا كأقدار رمى الله من علي. حتى لما نقول فنحن
لست بجاهل تواريخنا يوم الوغى والنوازل. أنا أتحدث عن تاريخ. فنحن إذا ما الحيف أسرج خيله فتحنا له صدر النشام البواسل، نجز نقطع ونحصد قطعا قطعا، نجز بصولات رؤوس عداتنا. والعداة هم جمع الأعداء، جمع الجمع، جمع رؤوس عداتنا، ونتركهم أو نتركها تلك الرؤوس، نجز بصولات رؤوس عداتنا ونتركها أجياف حمل لحامل. والجيفة هي جثة الميت إذا أنتنت، تعفنت يعني. كنا هكذا نجز بصولات رؤوس عداتنا ونتركها أجياف حمل لحامل. لقد عرفت كل الأنام نزالنا، وكنا كأغدار رمى الله من علي. كنا، والنزال المعارك والحروب الطاحنة، والتاريخ يشهد بذلك. وكنا كأقدار رمى الله من علي، كنا كالقدر رمى الله بنا أعداءنا كالأقدار من علي من العلياء. لقد عرفت كل الأنام نزالنا، العالم كله. وكنا كأقدار رمى الله من علي، وكنا إذا ما طاولت فينا أمة محقناها محقا عاجلا غير آجل. هكذا كنا زمان. إذا ما طاولت فينا أمة، إذا ما أرادت أن تتطاول محقناها محقا. أمة مش فرد فردين يعني. الذين يسوسون الأمر الآن أمة إذا ما طاولت فينا محقناها. والمحق لما نقول محقه أهلكه وأباده. وقد ورد في القرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي آية أخرى ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والمحق هو الإهلاك والإبادة. كنا هكذا، كنا إذا ما طاولت فينا أمة محقناها محقا عاجلا غير آجل. ما في كلام، عاجلا غير آجل، كراما حماة لا تغشى ذمامنا. كراما حماة لا تغشى ذمامنا، ندافع عنها من شرور الغوائل. والذمام العهود والأمانات. كنا كراما حماة لا تغشى ذمامنا، ندافع عنها من شرور الغوائل. والغوائل هي الشرور وكل ما هو غير مستحبب يعني. من شرور الغوائل، والغائلة يعني المصيبة كل ما لا يحبه الإنسان. وكنا إذا ما طاولت فينا أمة محقناها محقا عاجلا غير آجل، كراما حماة لا تغشى ذمامنا، ندافع عنها من شرور الغوائل. نسوق إليها جحفلا إثر جحفل، فداها الدنا من كل حق وباطل. كنا نسوق إلى تلك المعارك، إلى تلك النوازل والوغى جحفلا إثر جحفل. والجحفل هو جحفل الجرار، الجيش الجرار. وأنا هنا أعني بها العزائم. والنفوس كانت قوية، والله كانوا هكذا. لما تسمع سعيد بشير البطل الفدائي الذي اعتقلته الطغمل التي كانت في الاستعمار، ويناديه أسرة كاسة الحاكم النائب نائب الحاكم بأمره مندوبة إلى السلاسة، ويقول له في عداقة حموس، ده رمز أنا بقدمه يعني، نموذج يعني، والأمثلة كثيرة. ويقول له بعد أن قبض عليه في أسمرة في عملية فدائية، ويقول له لو اعتذرت وقدمت اعتذارك عن أمك إثيوبيا وأنك أنت تمردت وكده نعفو عنك أمام الناس. أسرت كاس الحاكم بأمر العسكري، فما كان من ذلك البطل الشهيد إلا أن بصق في وجهه وقال له يعني هذا آخر ما يمكن أن تتوقعه مني. وقال له والحبل المشنقة على رقبته، يبصق في وجه أسرت كاس. وقال له أفضل لي أن أموت عزيزا شهيدا ولا أنحني
لأنك أنت حاكم مستعمر وستزول في يوم من الأيام، وستتحرر إريتريا حتى لو ذهبت أنا بدماء الشهداء ودماء أمثالي من الأبطال. وصدر عليه حكم الإعدام فأعدم، مات شهيدا، ومنعت يعني حتى جنائزه ما كانت يعني لم يدفن إلا بعدد قليل. يعني سعيد بشير البطل نسوق إليها جحفلا إثر جحفل، أمثاله كانوا كثر، عزة وكرامة، فداها الدنا من كل حق وباطل. الدنيا ذات فداها، أن تعيش عزيزا تضحي بدنياك كلها من كل حق وباطل، يعني سواء كان من بالباطل وبالحق، يعني من كل حق وباطل. فداها الدنا حقا وباطلا بمعنى آخر، فداها الدنا للحق، وفداها الدنا لإزالة الباطل، لإثبات الحق وإثبات إزالة الحق وإثبات الباطل، أو إزالة الباطل وإثبات الحق، عفوا. فداها الدنا من كل حق وباطل. وإذا لم تصدقوا أقول سلوا الفارس المقدام، لا بل سلوا الوغى غدا تتلقاها حفي الزلازل. سلوا الفارس المقدام، لا تسألوا الناس، سلوا الفارس المقدام كمان. أسأل الشجعان لتعرفوا كيف كانت شجاعة أولئك الناس في الزمن الذي ولا. سلوا الفارس المقدام لا بل سلوا الوغى. أحيانا حتى الفوارس والمقدامين كذلك إذا صحت العبارة، يعني ما هم بشر، لا بل سلوا الوغى. الوغى ذات اسألوها غدا تتلقاها، تلقاها يعني تلقاها وهو حفيا بتلك الزلازل وتلك المعارك الضارية. فقبلها عشرا وأخرى مزلزلا إلى أن ذراها فلة دون واصل. ذلك البطل يعني قبل تلك الزلازل، فقبلها عشرا، ليست وقفة واحدة، قبلها عشرا، يعني وقف فيها وقوف بعد وقفة بعد وقفة بعد وقفة، تأكيدا على بطولته الراسخة الثابتة. فقبلها عشرا وأخرى موادعا، أو أخرى مزلزلا، برضو قبلها مرة أخرى مزلزلا إلى أن ذراها فلة دون واصل، إلى أن تركها يعني فلة، يعني مقطوعة دون واصل إلى شيء آخر، إلى فسحة أو برهة تحتمل بلا تخامر صفو الود منا لم تسائل. ذلك البطل بعد دخل المعارك، قدم بطولاته، خلى أعداؤه إلى أن ذراها، يعني تركها فلة دون واصل، دون واصلة إلى فسحة أو برهة تحتمل بلا، حتى لم يترك أولئك الأعداء أن يحتموا بالبلا بالموت والهوان وكذا، لكن لم يترك لهم شيئا، لم يترك لهم فسحة أو برهة ليلتقطوا الأنفاس، تخامر، لم يتركهم حتى يخامروا صفو الود منا لم تسائل. حتى صفو الود لم تسائل ذلك البطل، بمعنى أو لم تسائل أولئك الأعداء المهزومين من بطولة أولئك الصناديد العظام. فقلت كراما حماة لا تغشى ذمامنا، ندافع عنها من شرور الغوائل، نسوق إليها جحفلا إثر جحفل، فداها الدنا من كل حق وباطل. سلوا الفارس المقدام لا بل سلوا الوغى غدا تتلقاها حفي الزلازل. فقبلها عشرا وأخرى مزلزلا إلى أن ذراها فلة دون واصل، إلى فسحة أو برهة تحتمل بلا تخامر صفو الود منا لم تسائل. ونقول لما انبلى الثوب، البلا فرض بمعنى آخر، يعني بلى الثوب أخرقه، يعني انتهى، اهترأ. والمخامرة هي ممارسة الخلط، يعني خلط الأشياء بالأشياء. تخامر صفو الود منا لم تسائلي. هنا استشهدت بالبيت الشعري القوي، وهو يصف أبو طالب، يصف قريش والعرب، يقول لهم وكنتم قديما حطب قدر فأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل.
قديما كنتم حطب قدر، يعني كنتم موحدين، فأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. والمراجل هي برضو ما يغلى فيه الماء، والأقدر هي القدور العادية دي. أنا ضمنت هذا البيت، وطبعا لما تضمن بيت من بيوت الشعراء بتعمل بين هلالين موجودة في الكتابة. فقال أبو طالب في لاميته المشهورة: وكنتم قديما حطب قدر فأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. واللامية بالنسبة لأبي طالب اللي بداها: خليلي ما أذني لأول عادل بصغواء في حق ولا عند باطل، خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابل، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى أن قال: وكنتم قديما حطب قدر فأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. أنا جبت أضمن هذا الواقع البائس الذي يعيش هذا الشعب المظلوم المكلوم المكره والمكروه كذلك. أقول لهم: وكنتم قديما حطب قدر فأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. سأتوقف هنا لأن البرنامج برضو أخذنا بضع دقائق. سأكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة مما توقفت عنده. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. سأسير على هذا النهج لشرح اللامية ومفرداتها. كنت معكم محدثكم أحمد شريف في حلقة من برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 58، وكانت عن لامية شريف، اللامية التي كتبتها قبل أيام. قدمت لكم الجانب الأول منها، ثم سأتحدث فيما تبقى قراءة للأبيات اللاحقة بشرح بعض المفردات والأفكار الواردة فيها. أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم، وأشكر الإخوة الفنيين في إخراج هذه الحلقة بالشكل الذي ترونها ويليق بكم وبمقاماتكم السامية. الله سبحانه وتعالى أشكره جزيل الشكر على هذه النعم ونعم الإطلال عليكم عبر هذه القناة المباركة، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم مشاهدة ومتابعة، وفي ميزان حسناتنا في الاجتهاد والتقديم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.